ده الدوري المصري، وده ملخص الجولة الثالثة من الدوري المصري. هنبدأ بالكبير، والكبير يعني الأهلي والزمالك. وبما إن الأهلي خد أجازة من الجولة دي هنرجع بس مش دلوقتي، يبقى ندخل على الزمالك على طول. نخش في الموضوع. الزمالك امام مودرن سبورت ومحترفين ووصلوا اخيرا بالسلامه. الاول اثبت انه برازيلي اصلي وسجل هدف اول مزيكا، وراح لجمهور الزمالك وقلع القميص وخرب الدنيا على الاخر. وشيكا بنزا بقى قال لهم انا صفقه مش نص كم، انا ليا من اسم نصيب، وسجل اول اهدافه. وكان لسان حال الزمالك دلوقتي المال الحلال اهو. وفي احد مباريات القمه بقى في الجوله الثالثه كانت مباراه بيراميدز والمصري البورسعيدي. طبعا الماتش خلص 2-2، وعمر الساعي نزل ربع ساعه سجل التعادل واتشقلب. وبقى مشهد معتاد، اي ماتش للمصري هتفتح اخر ربع ساعه هتلاقي المصري بيعمل تبديل بنزول عمر الساعي، وبعدها على طول هتلاقيه مسجل هدف وبتشقلب بالشكل اللي قدامك ده. وبيراميدز لو استمر على كده ماتشين كمان مش بعيد نلاقيه بيصارع على الهبوط. ولا انت الصوت مش واصل لكم تحت؟ بدايه ضعيفه جدا. نيجي بقى للدرب الجماهيري، الاسماعيلي وسيد البلد. الاسماعيلي قبل الماتش نزل بوست على السوشيال ميديا، المحكمه 4 بيبان وكل باب كان عليه اسم وذكرى هدف تاريخي في مرمى الاتحاد السكندري. فالاتحاد كسب 1-0، فراحوا منزلين بوست ان محكمه اسكندريه حكمت الحكم النهائي ومفيش استئناف، وحطوا حته صايعه كده. وما تنساش ان الكبير وقف معاك في الموسم الماضي، اللي هو انت بتلعب في الممتاز بسببي دلوقتي. شغل انديه شعبيه من ابو اخر يعني. بس لو الاسماعيلي استمر على كده شكلنا الموسم الجاي هنلعب ب 22 فريق. بجد حرام الضرب ده كتير، والله الضرب ده سبب اسري. ونيجي بقى لفريق جماهيري جديد، غزل المحله كان بيواجه الجونه، وكالعاده الماتش خلص 0-0، والكابتن علاء عبد العال ثابت على المبدا، مفيش اي تغيير، مفيش اهداف هتدخل فينا يا رجاله، وبرده مش هنسجل اهداف. 3 ماتشات بدون ما يسجل او يستقبل اي هدف. ده حتى جاب له ضربه جزاء تخلص الماتش في الوقت الاخير، راح جريندو مكسر كشاف الاستاد. نيجي بقى الكهرباء الاسماعيليه، عملت حاجه غريبه جدا. الفريق استقبل هدف من البنك الاهلي في الدقيقه 94، راح مسجل التعادل في الدقيقه 97 وكهرب البنك الاهلي وعمل له خلل في السيستم. الفكره بقى ان الماتش اللي قبله كان خسران 2-0 ورجع سجل برضه هدفين. طب ننزلك خسران الماتش طيب طالما بتحب تلعب تحت ضغط. نيجي بقى الماتش السيراميك والانابيب، وابرز حدث حصل فيه هو هدف الثلاثي العالمي، والماتش خلص 2-0 للسيراميك. فاركو خسر من الطلائع 1-0، والمقاولين اتعادل مع الحرس 0-0، ووادي دجله خسر من بتروجيت 1-0، وسموحه اتعادل مع زد 1-1. وده بقى كان ملخص سريع للجوله الثالثه من الدوري المصري. ولو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وشير وتعمل لي فولو، ونبقى اخوات كده وحبايب. ومعلش كنت حابب ادلعك اكتر واحط لك الاهداف، بس ما عندناش الحقوق. عقبال ما تشوفونا على اون سبورت بقى. جم نفرين 3 الحمول هنا، بدر رجب ومش عارف مين معاه كمان، على طول. وحضرتك عملت ايه يعني؟ ما كنتش موافق ولا ايه اللي حصل؟ يا ابني احنا اهلاويه، انا اهلاوي وعيالي كلهم اهلاويه. لا دي مش محتاجه كلام. الكابتن احمد ماهر على طول، ومش اخوخ ومش الشناوي لما تكون معاه طول العمر. او الشناوي جاله عروض قد ايه؟ كتير. هو النهارده بس، هو السنه اللي فاتت بس، هو اللي قبلها بس، واللي قبلها بس. بس في التزام. انا ما اقدرش ابيعك. احنا كطبيعينا احنا